صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة، والحياة حلوة سواء بكيت سواء ضحكت، الحياة مستمرة، فابتسم على طول لراحتك وصحتك النفسية. وبعدين لا تتتبع أسرار بيوت حد، دي برضو لراحتك النفسية، خصوصا الحموات. ما تحاوليش تعرفي أسرار بنتك، حياة بنتك ولا حياة ابنك، ولا تتدخلي في تربية ولاد ابنك أو بنتك إلا إذا طلب منك النصيحة، وده لراحتك النفسية وعشان ما يبقاش فيه خلافات بينك وبين زوجات وأزواج ولادك. حاجة التانية، ما تعاتبيش حد ما بيفكرش فيك خالص، العتاب وحش، إلا إذا جه على بالك ونفسك تكلميه وتسألي عليه، كلميه أو كلمه واسأل عليه، ولكن بدون عتاب. وما تعاتبش حد ما بيسألش عليك خالص، لكن عاتب نفسك إنك فكرت فيه. حاجة الأخيرة عشان ما أطولش عليكم، اقفل بقك، اقفلي بقك في اللي هقوله دلوقتي. لو عاوز تشتري عربية جديدة، بيت جديد، جالك ترقية، رايح شغل جديد، سيدة حامل في أول حملها، لأن اتضح إن 99% من الأماني دي والحاجات اللي بتحصل لك ومحدش يعرفها غيرك وتقولها لحد ما بتتمش وما بتنجحش. الحسد والغيرة موجودين. أصدقائك بيحبوكي، أصدقائك بيحبوك ويتمنوا يشوفوك ويقعدوا معاك، لكن محدش أبدا بيحب حد أحسن منه غير اتنين، بابا وماما. مفهوم كلامي؟ اقفلوا بقكم. ما تنسوش النهاردة من 4 ل6، وطبعا أحلى 3 على قناة الحياة من 4 ل6، أنا وشريف وسعاد والمودلز الحلوين والفرقة مزازيك، علشان تنبسطوا وبرضو لراحتكم النفسية. وعاوزة أقول حاجة، أنا مش هلبس جوانتي وأنا بطبخ في البرنامج ولا في البيت إلا إذا حاجات بتلون إيدي، بس ده بلبس جوانتي في الحالة دي، زي البنجر، الكركم وغيره. عاوزة أقول لكم حاجة، الأكل ده نفس. انتي لو بتحبي أكلك وعاوزة تعملي حاجة حلوة وطلعة حلوة لولادك، مش ممكن هلبس جوانتي كاوتش عشان أطبخ بيه. الطاقة اللي في إيدي وفي قلبي بتطلع في الأكل يا جماعة. مش معنى ان انا ما بلبس جوانتي ان انا ست مبهدله مهمله والاكل ياي مقرف مش عارف ايه، ابدا ابدا. حاولي ما تلبسيش جوانتي وانتي بتطبخي وانتي بتشتغل في بيتك يا جماعه، الا في الحاجات اللي بتبدي لون زي الرمان، البنجر، الكركم وغيره. لو البصل والكلام ده بسيطه. الصابون النهارده أردأ الأصناف بتطلع أي ريحة من إيديك. أقول لكم إيه، اتصبحوا بالخير واستنوني في فيديو تاني. باي باي.